وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وامتدادا لهذه السيرة الكريمة للغة العربية على عبر العصور والدهور، نواصل الآن في الأدب العربي في العصر الحديث أو العصر المعاصر الذي نحن فيه. وبدءا ما مفهوم الأدب في العصر الحديث الذي يفهم من لفظة الأدب في هذا العصر، إن كلمة أدب موجودة منذ عصور الجاهلية، وقد اختلفت مدلولاتها تبعا لكل عصر وما درج استعمالها فيه. وأما في العصر الحديث فتدل لفظة الأدب على الكلام الحسن، سواء كان من الشعر أم من النثر الذي يثير شعور القارئ ويخلف في نفسه أثرا بالغا. وهو كذلك فن الإبانة عما في النفس والقدرة على تصوير المكنونات الداخلية والمشاعر النفسية بشكل يؤثر بالمتلقي فينقل التجربة الشخصية إليه، أي الشاعر. ما هي العوامل نهضة الأدب في العصر الحديث؟ كما ذكرنا، كانت هنالك هجمات صليبية ومقولية، ومر العالم العربي بفترة مظلمة منذ سقوط بغداد لما قذاها هولاكو، وذلك عام 655 هجرية الموافق لعام 1258 ميلاد، وحتى دخول نابليون إلى مصر وذلك عام 1212 هجرية الموافق 1798 ميلاد. وقد تراجع الشعر في تلك الفترة حتى رأى أخيرا فجر النور من جديد. ما هي حملة نابليون الفرنسية على بلاد المسلمين؟ كانت حملة نابليون التي لم تكن حملة عسكرية فقط، بل كان هنالك فيها احتكاك بين ثقافتين، الإسلامية والغربية، وإخراج المسلمين من دينهم وثقافتهم العربية، خاصة أن نابليون قد ضمن حملته عددا من العلماء والأدباء وأصدر صحيفتين، فصار المجتمع العربي على اطلاع بثقافة أخرى غير التي ألفها. هذا ما يسمى الغزو الثقافي الذي قام به نابليون الفرنسي. ويتمثل هذا الغزو الثقافي أولا في إيجاد الصحافة. لقد كان للصحافة أثر بالغ في تغيير مسيرة الحياة الأدبية في الوطن العربي، فقد استطاع أرباب الأقلام أن يجدوا حاضنة آمنة لهم تمكنهم من نشر أفكارهم وتمكن الشعب من قراءة تلك الأفكار، لأن الصحيفة كانت رخيصة الثمن مقارنة بالكتب وما إلى ذلك. ثانيا، إنشاء الجامعات والمدارس. لقد كان العالم العربي قبل عصر النهضة يأخذ العلم عن طريق الكتاتيب وحلقات العلماء في المساجد، وكانت الجامعات والمدارس هي نقلة نوعية في عالم الأدب والمعرفة، فقد تمكن الطلاب من أخذ العلم عن أهله والقائمين عليه.
ثالثا انتشار المطابع، وذلك لما دخلت أول مطبعة إلى مصر فكانت تطبع الحروف العربية والفرنسية، فطبع عليها الكثير من أمهات الكتب مثل كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، وكذلك العقد الفريد لابن عبد ربه، ومقدمة ابن خلدون. هذه الكتب طبعت في المطابع الحديثة في مصر. رابعا ظهور الترجمة، انتشرت الترجمة بشكل كبير على أيام محمد علي باشا الذي شجع عليها لرغبته باطلاع أبناء أمته على العلوم الغربية، فترجم في عهده الكثير من الكتب الخاصة بالهندسة والطب، ثم اتسعت الترجمة في عهد ابنه إسماعيل ابن محمد علي باشا. تطور الأدب العربي في العصر الحديث. إن تطور الأدب في العصر الحديث كانت نتيجة حركتين، وهما حركة إحياء الأدب القديم، وكذلك حركة الترجمة التي خلقت رؤية جديدة في عالم الأدب. إن الهدف من إحياء الأدب القديم هو محاولة إيجاد قوى تقاوم الانحطاط الذي كانت تمر به الثقافة العربية، وأشهر من قام على تلك الحركة هو إبراهيم اليازجي الذي أسهم في نشر النصوص القديمة ذات اللغة العالية والذوق الرفيع. وظهرت الترجمة على يد الطهطاوي في زمن محمد علي باشا الذي ترجم أول رواية فرنسية، هذا الطهطاوي. فحصل تطور في الأدب العربي وفي المجتمعات العربية. المدارس الأدبية في العصر الحديث. ما هي المدارس الأدبية التي كانت في العصر الحديث؟ أولا المدرسة الكلاسيكية، أي يسمى بالسلفية، أي التي تأخذ من القديم. اهتم أعلام هذه المدرسة بمظهر الأدب والنسج المتقن والكلمة الفخمة والعبارة الرنانة، فنسجوا القصائد الطويلة كما كان على عهد الجاهلية وعهد عهد الأموي والعهد العباسي. هذه القصائد نسجت على أوزان الشيخ الخليل أحمد الفراهيدي الذي كان له ميزان، واتبعوا القافية الواحدة، وابتدأوا قصائدهم بالتصريع، فظهرت القصائد وكأنها قطعة هاربة من العصر العباسي. هذه المدرسة الكلاسيكية أو السلفية كما يقال في المصطلح، إذ استعملوا اللفظة بدلالتها القريبة الشائعة، لم يقتربوا من الرمز، لأن هنالك نشأت مدرسة اسمها مدرسة الرمزية كما سيأتي، واستخدموا التضمين في قصائد، سواء تضمين النصوص الدينية أم الشعرية. ومن أشهر رواد تلك المدرسة الشاعر المصري محمود سامي البارودي، وأمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي. المدرسة الرومانسية. قد ضمت هذه المدرسة عدة جماعات تحت نطاق مثل جماعة أبولو، وكذلك مدرسة الديوان ومدرسة المهجر. هذه المدارس كانت ضمت فيما يسمى المدرسة الرومانسية. والسمة البارزة لهذه المدرسة هي تقديس الذات الإنسانية لتصل إلى مرحلة التقديس. يعني كان الشاعر أو الشعراء في هذه المدرسة الرومانسية يحومون حول أنفسهم أو حول الذات الإنسانية. وكذلك فإن الشعر هو تجربة خاصة للشاعر، ويستقون صورهم الأدبية من الطبيعة والمشاعر الخاصة بالشاعر. فقد يرى شاعر قد سادت أشعاره مشاعر الفرح والتفاؤل.
بينما الآخر سوداوي إلى أبعد الحدود. وأشهر رواد تلك المدرسة جبران خليل جبران اللبناني. المدرسة الواقعية، هذه المدرسة جاءت عكس المدرسة الرومانسية التي أكثرت من العاطفة وأفرطت فيها، ودعت تلك المدرسة إلى ملاحظة دقيقة للأمور واستخدامها في التصوير. وفي رأيهم لا بد للشاعر أن يتفلت من حبال الخيال التي تقطع صلته بواقعه. هذه المدرسة الرومانسية كما قلنا كان يعيش الشاعر حول نفسه ومع طبيعته وكذا، وهي رومانسية. أما هذه المدرسة الواقعية فتعيش واقع الإنسان الحقيقي. لا بد للشاعر من أن يتجاوب مع محيطه بتعبير آخر. إن الواقعية تحاول أن تنتزع من جميع المذاهب أنضج ما بها. ومن أشهر رواد المدرسة الواقعية الشاعر محمد ابن مهدي الجواهري، هذا هو من رائد المدرسة الواقعية. المدرسة الرمزية، لقد ظهرت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن العشرين، والمذهب فيه تعبير عن التجارب العاطفية والمعاناة الوطنية والقومية وغير ذلك. ويمتاز هذا المذهب بالوحدة الموضوعية للقصيدة، بحيث لا يمكن اقتطاع أي جزء من القصيدة. يلتزمون بوحدة الموضوعية للقصيدة. وتشير اللفظة في هذا المذهب إلى دلالات رمزية ولا ترمي إلى المعنى المباشر، لذلك سميت رمزية. المباشر المفهوم من الكلمة. ومن أشهر الرواد هذه المدرسة بدر شاكر السياب، وكذلك الشاعر محمود درويش الفلسطيني. الشعر العربي في العصر الحديث، لقد تطور الشعر العربي في العصر الحديث واتخذ مناح لم تكن معروفة من قبل، يعني ظهرت فنون لم تكن معروفة من قبل، وظهرت له خصائص وأقراض مختلفة. ولقد امتاز شعر العربي الحديث بالعديد من الخصائص التي ميزته عن التجارب الشعرية السابقة، ومن ذلك عدم الالتزام بقوانين الشعر التي سار عليها الأقدمون مثل توليد القوافي وغير ذلك، وتمييز القصيدة باللغة السهلة البسيطة الواضحة والابتعاد عن الألفاظ الجزلة والصعبة، مع اشتمال القصيدة على بعض المصطلحات الصعبة. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء، مواصلة لمن قطع من حديث، ومنها الإكثار من استخدام الأنواع البلاغية شريطة أن يخدم ذلك محتوى القصيدة دون محاولة الالتفاف حول المعنى أو المبالغة. ثالثا أو رابعا محاولة الابتعاد عن بعض الأقراض الشعرية مثل المدح والفخر، وتعويض ذلك بالأقراض الوطنية وكذلك الشعبية. ما هي أقراض الشعر العربي في العصر الحديث؟ اختلفت أقراض الشعر العربي في العصر الحديث عن أقراضه في العصور السابقة مثل الجاهلية أو الأموية أو العباسية. ومن تلك الأقراض الشعر التاريخي، جاء بما يسمى شعر التاريخ، يؤرخ لشعب أو لبلد ما
وقد كان الهدف من الشعر التاريخي هو إحياء الضمائر التي ماتت والتغني بأمجاد الأقدمين الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء الكرامة العربية، وذلك من أهم متطلبات الشعب في تلك الفترة. ثانيا، الشعر الوطني. المقصود من الشعر الوطني هو تنمية الشعور الوطني والقومي في نفس القارئ، وقد جاء ذلك النوع من الشعر ردا على العدوان الظالم والاحتلال الغاشم الذي كان مسيطرا في تلك الفترة. ثالثا، شعر الإصلاح. لقد ركز الشعر الإصلاحي على ضرورة التغيير من المجتمعات نحو الإيجابية وتحقيق الإصلاح الاجتماعي والارتكاز على الإسلام كأهم مغير للشعور نحو الأفضل، والتركيز على تبني قضايا المرأة وإنصافها ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام. خامسا، الشعر التمثيلي، يعنى بتأليف مسرحيات نصها من الشعر، وقد ظهر هذا النوع على يد الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن نظم عددا من المسرحيات الشعرية، ومن بينها مسرحية أو قصيدة كيلوباترا والست هدى وغير ذلك من الأشعار التمثيلية. أشهر شعراء العصر الحديث من هم؟ برز العديد من الشعراء في هذا العصر، ومن أهمهم الشاعر محمود سامي البارودي صاحب المدرسة الكلاسيكية أو القديمة أو القديمة، نعم. وقد عاش هذا الشاعر وهو من مصر، وقد عاش ما بين 1339 إلى 1904. وقد ذكر البارودي في مقدمة ديوانه أنه يحاكي الشعراء الأقدمين في أسلوبهم، وهو من اتبع المدرسة التقليدية أو الاتباعية، أي التي تتبع للقديم، على وزن أحمد خليل الفراهيدي، أو على ما كان عليه الشعر في العصر الجاهلي والأموي والعباسي. وله كتاب أطلق عليه اسم مختارات البارودي، أخذ من الشعراء من بعد القصائد من شعراء تقليديين الذين يلتزمون بالقافية وكذا يعني. الثاني الشاعر أحمد شوقي، ويطلق عليه أمير الشعراء في العصر المعاصر أو الحديث، وهذا الشاعر كذلك هو من مصر، وقد عاش ما بين عام 1868 إلى 1932، وقد أطلق عليه لقب أمير الشعراء بسبب انطلاقته العالية بعد الكبوة التي كان الشعر يعاني منها في تلك المرحلة. وهو من أتباع المدرسة التقليدية، وللنقاد الكثير من الدراسات حول شعره. ثالثا الشاعر بدر شاكر السياب، وقد عاش هذا الشاعر ما بين 1926 إلى 1964. وقد بدأ السياب حياته الأدبية مع الشعر الرومانسي، ثم انتقل إلى الواقعية ليقف أخيرا وقفة الصدق مع المدرسة الرمزية، فيسطر فيها أعظم ما خطه الأدب. النثر في العصر الحديث. تنوعت أشكال النثر وخصائصه في العصر الحديث، ومن بينها أشكال النثر في العصر الحديث اختلفت عن باقي العصور، وذلك حسب متطلبات العصر نفسه واختلاف الحياة الاجتماعية. ومن أبرز تلك الأشكال المقال هو كلام موزون ليس بشعر، يعتبر من النثر. وتطورت المقالة في العصر الحديث، وذلك بسبب انتشار الصحافة بين أيدي الناس وسهولة وصولها إلى كافة فئات المجتمع،
فتطور المقال كتابة المقال في الصحف، حتى أن أهم الأدباء والكتاب الكبار كان مشوارهم الأدبي عبارة عن مجموعة من المقالات في الصحف، ومن أبرزهم العقاد والمنفلوطي. كذلك المسرحية، برز الفن المسرحي والكتابات المسرحية على يد محمد تيمور الذي درس ذلك الفن في فرنسا ثم عاد لتطويره في البلاد العربية. نحن الآن نرى أن هؤلاء الأشخاص كلهم من دولة واحدة، مصر، لأنها مصر كانت لها مكانة كبرى في البلاد العربية وحصل فيها نهضة علمية، ثم انتقلت هذه النهضة إلى الدول الأخرى. لذلك الغرب أو اهتموا بهذه الدولة. لذلك برز هذا الفن المسرحي، وثم ظهرت فرق عديدة من بينها فرقة الريحاني، هذه الفرقة التي كانت تمثل في المسرح القصة. لما كان الاحتكاك العربي بالاحتكاك الغربي، أخذ الأدباء بعد الجولات بين القصص الغربية، وكان أولهم الطهطاوي الذي ترجم مقامرات من اللغة الفرنسية، ثم حذوه بعض الأدباء مثل حافظ إبراهيم والمنفلوطي. الرواية، لقد ظهرت الرواية كحاجة أدبية في تلك الفترة، إذ تعد تأريخا للواقع الاجتماعي الذي يعيشه الشعب في تلك الآونة. وكان أشهر من ركب ذلك النوع من النثر محمد حسين هيكل عن روايته بعنوان زينب. هذه الرواية كتبها الناثر محمد حسين هيكل. الخطابة، لقد انتعشت الخطابة في العصر الحديث، وذلك بسبب الحاجة إليها بعد أن دب الحماس في أبناء الشعب إثر الانتصارات عام 1919 ميلادي، وتنوعت الخطابة فكانت منها السياسية والدينية وغير ذلك. خصائص النصر في العصر الحديث: امتاز النصر في العصر الحديث بالعديد من الخصائص التي لم تكن موجودة في غيره، ومن بينها مخاطبة النصر في تلك الفترة لأبناء الأمة بمختلف طبقاتهم، فلم يعد الخطاب موجها للفئة المثقفة ببساطة العبارة وعدم المبالغة في التزيين اللفظي، والابتعاد قدر الإمكان عن الزخرفة التي توقع الكلمة في شرك الغموض، الملائمة بين أفكار الكاتب وأفكار القراء بحيث لا يؤتى بأفكار غريبة لا تتلائم مع منطق الشعوب، محاولة استقاء الأفكار من الشارع حتى تكون قريبة من الناس، والابتعاد عن الأفكار التي لا تخدم تلك الفترة. الاهتمام بالجانب النفسي والإنساني وتناول هذا الجانب في الكتابة، والعناية بالأحداث التاريخية وصبها في قالب قصصي أو روائي حتى تكون في متناول كافة الطبقات. اللعب على وتر الكلمات في النثر للتأثير في الجماهير المتلقية. ما هم أشهر أعلام النثر في العصر الحديث؟ برز الكثير من الأدباء الذين أسهم حبرهم في رسم اللوحة النثرية في الأدب الحديث، ومن بينهم مصطفى صادق الرافعي، وقد عاش بين عامي 1298 هجرية إلى 1356 هجرية، وتعود أصوله إلى مدينة طرابلس في لبنان، وقد عاش حياته في مصر. أطلق عليه لقب فيلسوف القرآن، وله العديد من الكتب الهامة من بينها وحي القلم
وأوراق الورد والسحاب الأحمر. هذا هو صادق الرافعي. 2 الأستاذ سيد قطب، وقد عاش ما بين عامي 1906 إلى عام 966، وقد كان من الأدباء الإسلاميين، وله كتابه المشهور في ظلال القرآن، وقد ولد في مصر. عبد الرحمن منيف، لقد عاش ما بين عامي 1933 إلى 2004، وقد عده النقاد من أعظم من كتب رواية في القرن العشرين، وتعود أصوله إلى المملكة العربية السعودية. ومن أهم رواياته مدن الملح، هذا الكاتب أو الروائي. نماذج من النثر الحديث. من أجمل ما خطه الأدباء في ثنايا النثر الحديث قال الأديب العظيم مصطفى صادق الرافعي في كتابه أوراق الورد، واصفا حاله مع الحبيبة: لقد غضبت وكر هجرها على وصلها، يقول هكذا: وانشق الزمن زمنين، أحدهما مثلها غضبان مبتعد وكأنما كان لها خاصة، فلما ذهبت لحق بها، إنه الحب يخلق بها خلقا في وبزمنها خلقا في زمني. إنه الحب يخلق بها خلقا في وبزمنها خلقا في زمني، ليشعرنا بهذا التغيير الخالق المتصرف أنه لا نتحاب في ذات نفسينا، بل في الجلال الأعظم الذي منه نفسنا ونفسي. فإذا تقاضبنا وقسمتنا أهواؤنا رجعنا قطعتين من المادة، ليس في كلتيهما إلا قانون الثقل، وزادت عواطفنا وزنا جديدا من القيد. إلى حلقة جديدة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي